المكشوف ولا المكسوفة، الترند اللي قلب الدنيا السنة دي في رمضان ب700 جنيه. ليه ب700 جنيه؟ احنا هنعمله النهاردة ب100 جنيه بس. هنعمل المكشوفة في البيت وبكل سهولة. يلا بينا مع بعض نخش نعمل مع بعض المكشوفة. اول حاجة هجيب الكنافة، عندي نص كيلو من كنافة متفرزة، كسرتها. معلقتين من السمنة هنزل بيه الكنافة واحمرهم تحميرة كده حلوة لغاية لما اوصل للون الذهبي الحلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبعد ما توصل للون الحلو ده هاخدها كده وهضيف عليها معلقتين كده حلوين من السمنة، وكمان نص كوباية من السيرب او الشربات بتاع الحلويات. معلقتين كبار من السمنة ونص كوباية من السيرب. هنا لقطة السمنة ما تصورتش، كانت الكاميرا واقفة. هضيف عليها بقى السيرب واقلبهم مع بعض كويس علشان خاطر اما امسكها في تبقى كأنها عاملة زي الرملة المبلولة كده، تتشكل معايا كويس في البولة لما اجي احطها. بصوا تتماسك كده مع بعضها شوية. بعد كده هجيب بقى البولة بتاعتي وهحط فيها بولة كده صغيرة من جوه او كوباية، وبعد كده هعملها كده من الاطراف كده بتاعت البولة، اسكنها لغاية لما يبقى الشكل بتاعها كده دائري كده وتتماسك معايا في البولة. هلف بقى البولة بتاعتي كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واضغط عليها كويس جدا عشان لما اجي اقلبها ما تتفكش مني. ودي خطوة مهمة. بعد كده هخلصها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما تخلص خالص بالشكل ده هروح واخداها احطها في التلاجة تقعد معايا حوالي نص ساعة عقبال ما نعمل الكريمة. يلا بينا نعمل الكريمة بعدين نيجي تاني للكنافة. هنا عندي كوباية ونص من الحليب، حطيت عليهم معلقتين من الدقيق، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، ومعلقتين كده كبار من السكر. هقلبهم مع بعض كويس وبعد كده ارفعهم على النار لغاية لما يتقلوا معاكي شوية كده. بعد كده اضيف عليهم معلقتين حلوين كده من الشوكولاتة البيضة. دي هتديها قوام حلو وتست حلو قوي في الكريمة، وبتخليها طعمها حلو كده وغني. بس كده بعد كده هطفي ونعمل الكريمة بتاعتنا الباقية. كده احنا عملنا القشطة الكدابة او الكريمة. نجهز بقى بالمكون التاني. هنحط مع بعض نص كوباية من الكريم شانتيه، عليهم معلقتين كبار من الباستري كريم، وده بيدي طعم حلو قوي في حشوات الحلويات. وكمان حطيت معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار من قشطة وش اللبن، وكوباية من الزبادي، ونص كوباية من المية. وبس كده مية ساقعة عشان طبعا هنضرب الكريم شانتيه. وبعد كده هضربهم كلهم مع بعض كده كويس جدا لغاية لما القوام بتاع الكريمة يتقل كده معايا. ضربيها بقى كويس جدا. المية هنا تكون مية ساقعة. بعد ما ضربناها كويس هجيب بقى القشطة الكدابة اللي احنا كنا عاملينها، هنزل بيها على الكريمة دي وهنضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس. وبكده نكون عملنا احلى كريمة هنحشي بيها الكنافة بتاعتنا. بس كده كده اختلطوا مع بعض كويس. بعد كده هنزل بالفراولة، ويخلي كمية الفراولة تكون حلوة كده عشان بتبقى طعمها حلو جدا مع الكريمة. قلبي بقى كده كله مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هنجيب بقى الكنافة بتاعتنا، شلت منها البولة وهحط كده في الأرضية قطع كده من الفراولة عشان تديني الشكل الحلو لما نقلبها. وبعد كده نزلت بيه الكريمة بقى مع الفراولة، هسويها كده كويس. وبعد كده هجيب بقى طبقة كده خفيفة كده تاني من الكنافة بتاعتنا عشان نقفل بيها بقى كده من فوق. ما تضغطيش قوي عشان الكريمة طبعا طرية. بس كده سويتها وهدخلها التلاجة ساعتين، وبعد كده نطلعها كده ونقلبها مع بعض. ويلا بينا جت اللحظة الحاسمة اللي هنقلب بيها المكشوفة. هاتي بقى اي طبق كده حلو كده او طاجن وقلبي فيها المكشوفة بتاعتنا. يلا بينا. بصوا شكلها عامل ازاي، ايه الجمال والحلاوة دي. ما طلعت سهلة هي يا جماعة، امال ليه 700 جنيه والتكلفة وحاجات كده وحركات؟ ما هو كل حاجة عملناها في البيت اهي بطريقة سهلة وبسيطة، وشكلها وطعمها كمان عايزة اقولك تحفة جدا. يعني اما اعملها مرتين ورا بعض وكل شويه يقولوا لي اعمليها لنا تاني، لا كده كتير كده كتير. كده هنطلع من رمضان زايدين 10 15 كيلو. تعالوا بقى بصوا نفتحها كده سوا مع بعض ونشوف الكريمه كده من جوه وطبقه الكنافه المقرمشه الجميله دي. بصوا حاجه تاني، بصوا الكريمه. عايزه اقولك ميكس الكريم مع الفراوله تحفه 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 بجد. اللي مجربهاش فايته كتير. جربي المكشوفه وقولي رايك فيها ايه. عايزه اقولك طعم الكريمه بتاعتها كده غنيه وحلوه، طعم القشطه مع الزبادي مع اللبن مع الكريمه مع الكريم شانتيه. بصي ميكس كده خطير بجد، طعمها تحفه.
جربوها، استنى رايكم في الكومنتات.